السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدورة فيديو ديالنا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم واحد دجاجة محمرة للمبتدئات مع شلاضة ديالها. كتجي زوينة بصراحة، والمبتدئات إن شاء الله غادي تنجح معكم من أول مرة. إن شاء الله غادي تنجح معكم الدجاجة محمرة. المهم في المقادير عندنا الحامض مصير، القزبرة معدنوس مطحون مع الثومه، عندنا واحد كنور، شويه الملحه، الخرقوم البلدي، عندي تما البزار مخلط هو وسكينجبير. المهم معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، ومعلقه كبيره مخلطه ما بين البزار وسكينجبير، والبزار يكون غالب على سكينجبير. المهم هنا عندي الكبده والقنصه، داكشي ديال الدجاج. عندي هنا واحد الدجاجه وزن كيلو ونص. عندي هنا واحد 3 البصلات اللي طحنتهم في الهاشوار. عندي واحد ربع كاس ديال زيت البلديه، ربع الكاس ديال زيت البلديه. اللي بغى يخلط ما بين زيت البلديه وزيت الروميه واخا، انا كنفضل نطيب بزيت البلديه. المهم في بانيو كندير قزبر معدنوس والعطريه ديالي. كيف ما قلت لكم قزبر ومعدنوس راه عندي مخلط مع الثومه باش طحنتهم في الهاشوار. المهم صافي كنخلط كل شيء، كنزيد معاهم داك الزيت. صافي وكنشد داك الدجاجه ديالي كندخل فيها هاد الشرموله هادي. كيف ما كتشوفوا كيف ما كتلاحظوا. دابا غناخد الدجاجه ديالي غادي ندخل فيها هاد الشرموله هادي كامله، ندخلها في الدجاجه. صافي هنا خديت واحد شويه البصله اللي مطحونه اللي طحنتها في الهاشوار، زدتها على ديك العطريه ديالي، وباش نخشيها الوسط ديال الدجاجه، باش الدجاجه حتى من الوسط تجي فيها مذاق زوين. الدجاجه اللي كنكون غاسلاها من قبل بالحامض والملحه. البنات ما تقووش الملحه بزاف، لحقاش الدجاجه كتكون مغسوله بالملحه وسميتو، والكنور كتكون مالحه والحامض مالح. يستحسن باننا ما نقووش الملح، نديرو شويه ديال الملح، ما نديروش بزاف. صافي هنا كندخل داك الشرمونه ديالي حتى في الصدر مزيان، كنتقب الصدر بيدي وكندخل فيه شرموله. كيف ما قلت لكم المبتدئات الا جربتوا هاد الدجاجه ان شاء الله بهذا الشكل هذا غادي تنجح معكم من اول مره ان شاء الله. المهم صافي هنا البصله ديالي غادي نديرها في كوكوط، غادي نحط داك الدجاجه ديالي. المهم كنخشيو سميتو على المهم كنصايبو على هاد الشكل هذا الرجلين ديال الدجاجه ولا الفخذ ديال الدجاجه. اللي بغى يعقدها بميكا يعقدها، اللي ما بغاش يخليها غير هكا يخليها هكا. صافي ديك الشرمونه ديالي اللي بقات في البانيو كنزيد على ديك البصله، كنزيد على ديك البصله وداك الدجاج. صافي كنخلط داك الشرموله مع ديك البصله. ما كنقليها ما والو، صافي مباشره كنزيد عليها الماء. ما كنقليش زعما الدجاجه ولا لا، ما كنقليهاش. صافي مباشره كنزيد عليها الماء وكنديرها طيب. الماء اللي خديته انا غير من الروبيني. وما نديروش للنار تكون مجهده باش طيب لنا الدجاجه ديالنا على خطر. راه ما درتش هاد الماء هذا، راه نسيت ما صورتش لكم، درت اكثر من داك المقياس ديال الماء. صافي هنا درت قطعه البطاطا ودرت ليها شويه ديال الخل وخليتها جانبا. وصافي نخلي البطاطا ديالي جانبا باش ندوز نصايب الشلاضه ديالي اللي غنرافق مع الدجاج. المهم هنا عندي الروز اللي سلقته مع الخيزو والبطاطا.
اللي عنده جلبانه يدير حتى جلبانه. انا ما كانش عندي جلبانه متوفره، عندي كاشة اللي قطعته رقيق، عندي واحد علبه ديال الطون ديال المطيشه. انا ما كيعجبنيش ندير الطون ديال الزيت. واحد العلبه ديال الطون ديال المطيشه. غادي ندير واحد شويه ديال الابزار، غادي ندير واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الخل، وشويه ديال الزيت المائده. صافي وكنخلط كل شيء، وخصني نديرها في الثلاجه تبرد. صافي هنا زدت المايونيز اللي دايراه في الدار، وصافي كيف ما قلت لكم غادي نخلط كل شيء، غادي نخليها جانبا في الثلاجه باش تبرد. خاصها تقدم ماشاء هذه خاصها تقدم بارده. صافي هنا عندي الباربه اللي قطعتها على هاد القطع هكا، قطع صغيره، ودرتها تسلقات باش تسلق ليا دغيا. قطعتها ودرتها تسلقات، درت مع شويه د مايونيز، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخل، وشويه ديال الابزار. صافي وتا هي غادي نخلط كل شيء، وغادي نديرها في الثلاجه تبرد. عندي هاد الكرومب هذا، هاد الكرومب الموف، غادي ندير ليه شويه ديال مايونيز، وشويه ديال الابزار، وشويه د الملحه، وشويه ديال الخل. انا ما كان هاد الكرومب هذا ما كنديرش ليه الملحه، ما عرفتش علاش كيجيني مالح، ما كنديرش ليه الملحه، كنكتفي غير بالملوحه اللي كتكون في المايونيز. صافي درت ليه شويه الخل، تا هو غنديرو جانبا يبرد. انا عندي بطاطا يلاه سلقتها باقا سخونه، غادي ندير لها حتى هي كذلك المايونيز والبزار والملحه والخل. بامكانكم بغيتو تشرملو راه تشرملو. انا قلت زعما ندير لهم كاملين المايونيز بلا ما نشرملهم، بلا ما نشرمل البطاطا. صافي حتى هي كنديرها جانبا تبرد. صافي هنا المرقه ديالي، المرقه ديالي اختارت، حيت من هذيك الدجاجه طابت والمرقه اختارت، وانا ما كيعجبنيش ندير هاد الجناوح وهاد القلب وهذا في الدقه الاولى. لا، حتى حيد ديك الدجاجه عاد درتهم شويه د الماء ماشي بزاف، وزديت عليهم باش يطيبوا. صافي هنا عندي الروز صايبته على هذا الشكل هذا في زلافه، وصافي ودرت البطاطا والباربه وداك الكرنب في الجناب، وحكيت البيض فوق منهم مسلوق، ودرت زوقت هكا بالكاشير، وقطعت واحد البيضه عليهم، قطعت البيض هكا عشوائي وحكيت البيض فوق منهم، صافي خليتها جانبا. صافي هنا دزت باش نقلي البطاطا ديالي حتى سخن ليا الزيت مزيان، ودرت البطاطا. المهم البطاطا راه باينه كلشي كيعرف يقليها الحمد لله. هذيك الزيت نيت اللي قليت فيها البطاطا غادي نقلي فيها الدجاجه، غنقلي فيها الدجاجه هذه. فين كنقليوها على الستر ديالها، وكندورو على كاع الجوانب باش تحمر لينا مزيان. واللي ما بغاش يقليها راه يديرها يدير المايونيز، عفوا يدير شويه ديال الزبده، شويه ديال التحميره، شويه ديال الموطارد، ويدهنها ويديرهم في الفران حتى في الفران كتجي احسن، كتجي ناشفه بلا زيت، كتجي زوينه. واللي كيعجبو الدجاج يقليها. صافي من بعد جات على هذا الشكل هذا. انا ما خليتش المرقه تغمر ليا بزاف، لحقاش كنا باغيين المرق كيعجبهم زعما المرقه، ما باغيش المرقه تكون، ما خليش المرقه تغمر بزاف. علاه كتبان لكم على الشكل هذا فيها المرقه، يمكنكم تخليوها المرقه تجي مدغمره. وبالصحه والراحه، نتمنى ان شاء الله تعجبكم.